وهنا بيتم الكذب، وهنا بيتم الدجل، وهنا بيتم الشعوذة وخراب البيوت. وازاي القرين بيقدر يتحكم في الانسان وفي تصرفات الانسان؟ قرين حاجة اتخلقت معانا من أول ما اتولدنا، من أول ما ظهرنا في الدنيا، وبيفضل مصاحب لينا إلى الممات. بس إلى هو ما الممات. بيموتش. هو ما بيموتش. ازاي بيتحكم فينا؟ ان ما يخلكش تصلي، بيحلل لك الحرام ويحرم لك الحلال، بيخلي دايما فعلك مع الدنيا اللي حواليك بكآبة، باكتئاب، بخذلان، بعياط. بعض ساعات بيسيطر عليك لدرجة ان بيبقى ظاهر في عين الشخص. يجي حد يتعامل مع حد قرينه زاعق قوي، يحس منه بخوف او نفور. القرين علاجه أبسط مما أي حد يتخيل. بتواظب على سور في القرآن معينة، واتصالك الروحاني بربنا وقوته. يعني ممكن كل انسان قرينه هو اللي مبهدله؟ طبعا ما بيكونش أسحار، على فكرة 3/4 القصص ما بتبقاش أسحار. وهنا بيتم الكذب، وهنا بيتم الدجل، وهنا بيتم الشعوذة وخراب البيوت.